الاستاذ الكبير برضه، انا لما بقول الاستاذ الكبير الناس من بعض من الجماهير يعني بتزعل، الاستاذ عادل القيعي. طب ده مش مهندس صفقات في النادي الاهلي ورئيس شركه الكره بتاع النادي الاهلي، صح كده؟ صح. وعشان بس طلع اشاد باسلام علو يبقى بالنسبه لهم دي برضه حاجه غريبه. الاستاذ عادل القيعي هل محتاج ان هو يمجد في نادي الزمالك او يشكر لا مجلس طبعا ادارته؟ لا. طب طلع من حوالي تقريبا شهر، طلع اشاد بنادي قبل الزمالك الزيارة. وصفقاته قبل الزيارة. طلع اشاد بصفقات نادي الزمالك، وكان في حلقه مع الكابتن احمد حسن واتسال قال له الوضع بتاع نادي الزمالك ومجلس الاداره رايك فيه ايه؟ قال له في طفره كبيره وصفقات قويه والناس عامله مجهود كبير ويشكروا عليه وعملوا من الفسيخ شربات. طب ده الاستاذ عادل القيعي، طب هل هو كده بيطبل عايز ود الزمالك؟ بقول حقيقي موجود. برضه ده واقع، زي ما جيت قلت لك الحقيقه حاجه والتطبيل حاجه يعني تانية. معنى كمان انت بتحاول تلتزم المهنيه في الشغل في شغلك. لو شايف ان الاهلي يستحق التمجيد فبمجد بغض النظر هيزعل جمهور الزمالك او لا، صح؟ وبغض النظر هيزعل جمهور الاهلي برضه ولا لا. انا طلعت انتقدت حسين الشحات في تصرفه مع محمد الشيبي في بدايه الازمه خالص. ما لو هيزعل جمهور الاهلي انا كده كده بتكلم على حسين الشحات، فانا معروف اني زملكاوي، فده مش هيزعل الاهلي، مش هتفرق، انت كده كده منتمي للزمالك. انا بتكلم على العكس بقى. بالظبط كده. انا بس بتكلم على اللي بيقول لك اصل هو ما يقدرش ينتقد جماهير النادي الاهلي لانها الاكتر عنده او اكتر متابعه. تمام. لا بالعكس، محمد رفعت اللاعب الناشئ في النادي الاهلي لما عمل حركه مش كويسه في 100 عقبه او في ملعب نادي الزمالك ملعب حلمي زموره لما نادي الزمالك خسر، انا طلعت انتقدت التصرف بطريقه حتى كمان شديده جدا، وبرده ما اتكسفتش ولا جيت قلت لا ده اهلاويه يزعلوا، بالعكس الناس طلعت واشادت. بنزل صورتي بتيشيرت الزمالك ما قبل كاس مصر في السعوديه، وجيت قلت اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، النادي اللي بنتمي له بتيشيرت نادي الزمالك، وجمهور النادي الاهلي قال لي حقك، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي احنا كمان، وان شاء الله ماتش يطلع حلو، فمفيش مشكله يعني. وجهه نظرك شايف ان مجلس اداره الزمالك الحالي بيمشي بخطوات منتظمه وبدا يجني ثمار الخطوات دي؟ طبعا بصراحه الناس عملت مجهود تشكر عليه. انا كنت متشائم. هاجمتهم في الاول يا كابتن اسلام؟ كنت خايف منهم. كنت خايف منهم؟ طبعا كنت خايف منهم لان الحمل تقيل. ليه برضو انت في المجال ما صبرتش؟ لان في جماهير كتير كانت بتهاجم في الاول، ليه ما صبرتش لحد ما نشوف جني الثمار؟ الناس لما كانت داخله كانت عامله وعود كتير جدا. الوقت لما فضل يعدي شفنا بقى ان الموضوع بدا يتاخر. يعني الحركه فاكر موضوع فك القيد دوت عدى 10 يناير 5 يناير و10 يناير و15 يناير ما كانش في اي حاجه خالص والقيد ما فكش. كان عدم السيوله الماليه عشان عدم السيوله، بس هم قالوا ان احنا هنقدر ان احنا نفك القيد بسهوله بمجرد ما احنا ننجح. فالحته ديت عملت لنا شويه ارتباك ان الناس دي بتوعد ومش هتوفي ولا لا. بس لما لقينا ان هم وافوا بالوعد وفكوا القيد وحلوا مشاكل نادي الزمالك وبقى كمان جابوا صفقات كتير، لازم الناس دي نشكرها طبعا. الفرق ما بين المجلس الحالي والمجلس السابق لنادي الزمالك وجهه نظرك؟ يعني عدم الدخول في صراعات مع الجماهير. يعني عدم دخول المجلس السابق بس كان النقطه اللي انا كان في صراعات كتير. جمهور الزمالك لم يسلم في بعض الاختلافات في وجهه النظر، وده جمهور ناديك. اتقال برضو الناس اللي في المدرجات دي ايجابي برضو ان انت جايب متحدث اعلام بيتكلم. الاول كان مجلس كتير ناس بتتكلم او رئيس النادي بيتكلم، دلوقتي بقى دلوقتي منحصر على فبقى في منصب متحدث اعلامي للنادي بس الزمالك. في بعض الاعضاء مجلس